السلام عليكم الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد الفيديو في صحه جيده ان شاء الله. الحبايب ديالي، الغزالات ديالي، اليوم غنشارك معكم واحد البرويش تيجي غزال ولذيذ وقطني ما شاء الله، وبالكريمه والتفاح كما كتشوفوا كيجي لذيذ تيحمق. قالك تصايبيه في هذا الشهر الكريم وتحضريه على مائدة الإفطار. المهم ما نطولش عليكم الحبايب ديالي، غنبدا معكم مقادير الطريقه ديال التحضير. هنا كما كتشوفوا عندي ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه وشاصي ديال الخميره الكيماويه. عندي هنايا شويه الملح وملعقه مع مرش ديال السنيده. هنا غندير 2 كيسان تاع الماء. غنضيف الكاس الثالث هو الحليب كما كتشوفوا بحال هكا. صافي هاد المكونات غنضيف عليهم الفينو، ها الكاس الاول، وغنضيف الكاس الثاني والكاس الثالث ان شاء الله. انا غادي نحركهم مزيان، نخلطهم بالفوي. ومكلك الا بقى ثقيل شويه مع على حسب الفينو اللي تيشرب، ضيفوا واحد نصف كاس اضافه باش تخليو هاد المكونات حتى تيخمروا. وهنا غادي نضيف جهد شي ملعقه كبيره بحكا ديال الخل. صافي غنخليهم يخمروا. المهم ديك اللقطه مشات ليا ديال فاش خليتهم ملي تيخمروا. هنايا بعد من يخمروا ليا ضفت كاس ديال الفورس، غربلته بهذه الطريقه هذه، وغادي نبدا نجمع بايدي. هانتوما كما شفتوا ديك الفقاعه اللي وريتكم انه راه طلع وخمر مزيان. هنا غنبدا ندخل ليه الفورس بشويه بشويه بايدي، ونحاول باش نخفق بحال الضراب بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. ماشي تجمعوا بحال هكا بيديكم، غير نتوما حاولوا تدربوها بهذه الطريقه، تخفقوها بهذه الطريقه اللي وريتكم. صافي هنايا كنضيف الكاس الثاني، وضفت تما واحد ربع كاس ديال الزيت مائده. راه هو في الجنب، راه غير اللقطه مشات ليا. المهم انا كلشي غادي نقول لكم مقادير مضبوطه ان شاء الله. هانتوما حاول نجمع بحكا بايدي بهذه الطريقه هذه ونخفق. هاد الطريقه هذه اللي كتخلي داك البرويش كيجيو مفشفشين من الداخل وبحال الاسفنجيين، كيجيو غزالين الصراحه وخفاف. حيت لما درتيش ليهم هاد الطريقه وما دربتوهمش بهاد الطريقه هذه كيجيو ثقال وما كيجيوش مفشفشين من الداخل. المهم واخا جربت لكم السرعه، فانا بقيت مده طويله تنخفق فيهم بحال هكا. وضفت هنا الكاس الثالث كما كتشوفوا. صافي وجمعته مزيان. وغادي نضيف ليه ملعقه ديال الزبده اللي غادي ندخلها فيه مزيان، وغادي نخفقه المره الاخيره. وصافي من بعد ملي خفقته درتو في هذا البون هذا، ودرت عليه شويه ديال الزيت من الفوق، ودرت عليه هاد البلاستيكه هذه، وغادي نغطيه ونخليه يخمر واحد شويه. صافي دابا من بعد ملي خمرت ليا العجين، هنا غادي نزول البلاستيكه وغادي نحاول نحيد منه هذاك الهواء اللي تيكون لداخل بحال هكا. وغادي نحطه فوق سطح العمل، وغادي نخدمه بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوها. هكا تنجبدو بحكا وكنجمعو، كتجبدي وكتجمعي بهذه الطريقه هذه كيصدق غزال ما شاء الله. المهم كتستمروا في هاد التلك بحال هكا. صافي كتقلبيها. من بعد ملي تتقلبيها بهذه الطريقه صافي كتبداي تشكلي هادوك الكويرات اللي باغا تخدمي واللي باغا تصايبي هذوك البرويش ديالك. هانتوما تتكون رطبه وكتكون ما كتكونش قاصحه، كتكون بهذه الطريقه هذه. هاد العجين صافي كنشكل هكا كويرات. شفتوا الاشكال اللي ديروا. المهم انا درت بهذه الطريقه هذه، خديت لاطه ديال الفران ودرت عليها هذاك البابي ديال الكويزين اللي هنايا غادي نحط عليه هاد
برويش هادو بهاد الطريقة، وحاولوا دهنوا يديكم بالماء أو بالزيت باش ما تلصقش ليكم، أنها كتكون واحد العجين اللي كتكون سحرية رائعة ورطبة وزوينة بزاف. المهم هنا غندير الشكل كما كتشوفوا، غادي نحاول باش نضغط عليه بالأصابع ديولي وندير بحال شكل حفيرة دائرية باش نخلي البلاصة فين غادي نوضع الكريمة، كريم باتيسير اللي تيعرف اي واحد. المهم انا راه خديتها جاهزه، اللي درتها غير مع الحليب، 2 معالق كبار مع الحليب ومعلقه ديال السنيده صافي. ومني حصلت على هاد 4 البرويش صغار، وهاد اللي غادي كتجي بحال القريصه كبيره. المهم هانتوما درت واحد الحفيره بكاس فيه هاد القريصات، ودرت الكريمه بحال الوسط، وان شاء الله غادي ناخد شويه صفر ديال البيضه غندهن بيه من الجناب، وغادي ندير عليه شويه ديال الزرارع، وغادي نقطع التفاح وغنديرو الوسط. صراحه جاو هاد البرويش جاو غزالين، جاو لذاذين بزاف، تيحمقوا قطنيين كما كتشوفوا كيجيو رطبين. مهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، يكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنسونيش الحبايب ديالي من لي لايك وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.